متجوز بقالي 18 سنة. تفتكروا بعد المدة دي هفضل حياة العازب ولا حياة المتجوز؟ أثناء مرحلة الثانوي ما كنتش بفكر في المواضيع دي خالص، اللي هي مواضيع الارتباط والجواز والحاجات دي، لأني كنت شايف نفسي سني صغير على الموضوع ده. كنت بحس كده إن في سن معين هو اللي ينفع فيه الكلام ده. ولكن برضو كنت بلاقي حواليا نماذج كتير جدا من زمايلي وأصحابي اللي كانوا ماشيين في السكك دي. يعني في اللي كان بيصاحب بنات عشان يتكلم معاهم ويمشي معاهم ويخرج معاهم، وفي اللي كان بيصاحب البنات ارتباط وحب وفي وعد بالجواز وكده. بس طبعا انت في السن ده بتكون تفكيرك لسه مفيش نضوج، ما عندكش نضوج في تفكيرك، فازاي هتفكر في حاجة زي كده؟ ده كمان ان انت كمان ما عندكش الامكانيات انك تفتح بيت وتعمل الكلام ده. فكان الواحد ساعتها بيخرج دماغه خالص من التفكير في المواضيع دي، وده لان المسؤوليات في الفترة دي بتعتبر مسؤوليات يعني عبيطة. كل مسؤولياتك في الحياة ان انت تذاكر وتنجح، ما عندكش اي حاجة تانية. وكمان كان في كم من الحرية رهيب، يعني انت ممكن تخرج براحتك، تسهر براحتك، تسافر، تخرج مع اصحابك في اي وقت، مفيش لا ظابط ولا رابط، محدش بيقول لك رايح فين ولا جاي منين. يعني انا فاكر وانا في ثانوي كنا ممكن انا واصحابي مثلا نطلع يوم اسكندرية ونرجع عادي جدا، مفيش اي مشكلة، ما عندناش اي مشاكل. نجمع فلوس من بعض ونشوف عربية حد فينا ونطلع بيها ونقسم الفلوس علينا، فكانت العملية سهلة جدا. وممكن تسهر عادي بره وتتأخر وترجع بيتكم الساعة 3 الصبح و4 الصبح. ما هو أنا عارف إن أنت ممكن تعمل الكلام ده بعد ما تتجوز، بس هتحس كده إن أنت إنسان ما عندكش مسؤولية. يعني هتكتشف إن الوقت اللي أنت بتضيعه في الخروج مع أصحابك أو القعدة على القهوة أو الكلام ده، لا، البيت أولى بيه والشغل أولى بيه. حياتك بتتغير تماما. يعني مثلا من الحاجات اللي بطلت أعملها ان احنا كنا كل خميس انا واصحابي في المدرسه او في الجامعه كنا بنتجمع في قهوه معينه كده ونقعد بقى نضحك ونهزر، والواحد ما كانش عنده قلق لاي حاجه، والدنيا كده كانت ماشيه زي ما بيقولوا كده بالبركه، مفيش اي مشكله خالص. الاسبوع يبدا، بتحاول تعدي الاسبوع لحد ما يجي يوم الخميس، كل تفكيرك هو الخروجه بتاعت يوم الخميس، وهنضحك وهنعمل وهنهزر ومفيش اي حاجه تانية. فدي المرحله الاولى اللي بتبقى مسؤولياتك فيها بسيطه جدا، مع ان انت وقتها بتحس ان انت بتفتح عكه، بتبقى لسه العقليه بتاعتك دي ما حصلهاش النضوج الصحيح، بتبقى شايف الامور بزوايا تانية خالص. بعد ما بنخلص المرحله دي بنروح على المرحله اللي بعديها اللي هي الجامعه. اول يوم ليك في الجامعه بتحس ان انت حياتك اتغيرت 180 درجه، بقى في نمط جديد تماما للحياه، ناس جديدة، مكان جديد. برضو الجامعة القيود فيها مختلفة عن المدرسة. المدرسة برضو بتروح بزي معين، بتروح بنظام معين، متقدرش تخترق الأنظمة دي. لكن الجامعة فيها شوية سلاسة ومرونة في المواضيع دي، تلبس اللي انت عايزه، تروح وقت ما تروح. إذا ما روحتش الموضوع هيجي على دماغك في الآخر. مفيش حد يقول لك انت غياب النهاردة، انت الكلام ده مفيش، الكلام ده كله بيجي على دماغك في الآخر. أي تقصير انت بتعمله بيجي على دماغك في الآخر. وأهم موضوع بيشغل الطالب الجامعي سواء بنت أو ولد هو طبعا فكرة الارتباط وزوج المستقبل أو زوجة المستقبل. فبتفاجأ إن في حالات حواليك من زمايلك، حالات بقى ارتباطات وحالات خطوبة من أول سنة جامعة. يعني من أول سنة جامعة ممكن تلاقي 2 مخطوبين بعلم أهلهم وكل حاجة، خطوبة رسمي 100%، وتلاقيهم كده شكلهم صغير في السن بس هم مخطوبين. لأن في ناس تفكيرها، أنا بتكلم على الأهل، يعني بيبقى عندهم فكرة إن أنت تجوز الولد بدري او تجوز البنت بدري عشان تخلص وتسترهم، يعني زي ما بيقولوا. لكن الفكرة دي غلط جدا، لان زي ما قلت لكم السن ده ما بيبقاش فيه نضوج في العقل خالص، التفكير بيبقى طايش. ممكن اصلا يكون الولد معجب بالبنت دي لاسباب هو مش عارفها، هو بس مشدود ليها وخلاص. والعكس برضه، البنت تكون معجبه بالولد ده مثلا لانه بيروح الجيم بقى ويلعب حديد وما اعرفش وعضلات وشعره عامل ازاي وما اعرفش والبنت دي عايزاه والبنت دي عايزاه. يعني مثلا الولد ممكن يكون ارتبط بالبنت دي لانها جميله، او ارتبط بيها لان مستواها الاجتماعي كويس، والبنت نفس القصه. وبالرغم من كل المعتقدات اللي كانت عندي دي، الا ان برضه كنت بحس ان كده في حاجة ناقصاني في حياتي، حاجة ناقصاني وانا مش عارف هي ايه. وكل فترة الحاجة دي بتزيد. كنت بشوف حواليا نماذج كتير جدا لعلاقات فاشلة، علاقات بتبدأ انه بيحب البنت او البنت بتحب الولد، وان الولد ده مناسب ليها، والولد يروح يتقدم لها ويتخطبوا. طب ده في قصة كده حصلت فعلي لما انا كنت في الكلية. القصة لواحد زميلي كان معجب ببنت معانا في الكلية، وكل شوية يقعد يكلمنا عليها وعايز اكلمها، انا دي عجباني جدا، نفسي ارتبط بيها. انا برضو برغم صغر سني وبرغم عدم نضوج عقلي، بس كنت بقعد اقول يعني انت تعرف شخصيتها عامله ازاي؟ ما يمكن يا اخي لما تقرب منها تلاقيها مش هي الشخص اللي انت بتتخيله، يعني ممكن تلاقي شخصيتها رخمه مثلا. فكنت بستغرب على الاندفاع ده. وعايز اقول لكم ان الولد ده راح اتقدم لها وخطبها واتجوزها هم في سنه تانية كليه. في الاول بتلاقي الدنيا بهجه وفرحه والخطوبه والدبل وماسكين ايد بعض بقى في الرايحه والجايه،
والمدام بقى بتاعته محدش يعاكسها، محدش يكلمها، خلاص بقى عايشين بقى في ايه، في الدور بقى، خلاص هم دخلوا في الدور رسمي. عايز اقول لكم ان العلاقة دي ما دامتش اكتر من 4 شهور بالظبط. بعد 4 شهور اختفوا الاتنين لفترة كده، وبعدين عرفنا بعد كده ان هم اتطلقوا. طبعا اللي حصل ده نتيجة الاندفاع. ده واحد لسه اهله بيصرفوا عليه، ودي برضو بنت لسه صغيرة، لسه مستوى الادراك عندها والنضج لسه ما اكتملش. يعني لسه هي بتبص للحياة بمنظور الشاب الابيض اللي هيجي لها على حصان ابيض الشاب الابيض. هي بتبص للحياة بمنظور الشاب هي بتبص للحياة هي بتبص للحياة بمنظور بقى اللي هو ايه، بتاع الشاب بقى اللي هيجي لها على حصان ابيض بقى وطاير وجاي من بعيد وياخدها بقى ايه، يوديها بقى ايه جنات النعيم والكلام ده. لكن هي مش عارفة ايه المسؤولية اللي هي داخلة عليها. دي النقطة اللي انا بقصد بيها النضج العقلي، ان هم يبقوا ناضجين عقليا. المهم الموضوع انتهى وخلص كأنه كده فيلم عربي، يعني كأننا اتفرجنا على فيلم عربي كده ودي النهاية وخلاص انتهى. بيقابلوا بعض عادي في الجامعة، ما بيكلموش بعض طبعا. يعني انت متخيل السن الصغير ده يقدر يشيل مسؤولية، يعرف يشيل مسؤولية بيت يعني بمعنى أصح؟ هم أصلا ما كملوش 3 شهور أو 4 شهور. يا عالم ايه اللي حصل بينهم خلاهم ينفصلوا بالسرعة دي. وبعد ما بتبدأ فترة الجامعة دي تخلص، بتبدأ الضغوط من الناس اللي حواليك. يعني انت كبنت مثلا اول ما الجامعه خلاص بتبقي خلاص فاضلك سنه وتخلصي، تبص تلاقي بقى خالاتك وعماتك وجيرانك كل الناس بقى بتضغط عليكي ان انت يعني هتتجوزي امتى، مفيش حاجه جايه في الطريق. فاحيانا المواضيع دي بتشكل ضغط على الشخص برضه، سواء ولد او بنت. على فكره الموضوع ده بيتقال للولد وللبنت. يعني انا اعرف ناس وصلوا سن كبير جدا كانوا بيتضايقوا جدا ان حد يتكلم معاهم في الموضوع ده. انا بتكلم على اولاد مش بنات. البنات الحاله دي معروفه في الافراح في العزايم في الحفلات. يعني في بنات بتتجنب المقابلات العائليه دي عشان ما يحصلش الايه، الاسئله الغريبه اللي بتتسالها دي. لكن انت اثناء رحله البحث عن شريك الحياه او شريكه الحياه دي بتكون حاسس كده باحساس ايه مشابه لاحساس الوحده شويه، برغم ان انت بتخرج وبتتفسح، او انت كبنت بتخرجي وتتفسحي او بتشتغلي في حته معينه بتحس برضه باحساس الوحده ده. في حاجه ناقصه، في حاجة في الحياة كده عايزة تكمل. أنا أثناء الجامعة عملت كذا علاقة، بس كانت علاقات كده طياري ما كانتش بتكمل، يعني ما بتكملش أسبوعين 3 بكتشف إن الشخص ده مش هينفعني خالص. يعني كنت ببدأ العلاقة ببقى مبسوط جدا، وبعد يومين 3 كده أحس لأ مش هو الشخص ده اللي أنا عايزه، لا مش هي دي الصفات اللي أنا عايزها، لا لحد ما وصلت إن أنا خلاص هوقف الموضوع ده تماما، مش هفتح له الباب أبدا الا لو جت حاجه تخليني ان انا اضطر افتح الباب. وطنشت بقى تماما موضوع بقى الشعور بالوحده والكلام الايه الفارغ ده. لا انا اهم حاجه عندي ان انا اخلص دراستي وابدا بقى في الحياه العمليه عشان اكون نفسي، وبعدين يبقى الموضوع ده بقى يجي براحته بعد كده. وفعلا طنشت الموضوع لفتره لحد ما قابلت مراتي اللي انا متجوزها دلوقتي. انا كنت ساعتها مش بفكر في الارتباط تماما، ومهما كانت المغريات اللي قدامي لا يمكن ان انا ايه ادخل في موضوع زي ده. ولكن لما شفتها حاجه كده شدتني ليها مختلفه عن اي حاجه شفتها في حياتي كلها. فعلا حقيقي والله انا مش بقول كده مجامله او عشان هي هتسمع الفيديو. يعني شفت ناس كتير جدا قبليها ولكن ما حسيتش بالاندماج خالص غير معاها هي. من اول ما شفتها حسيت انها اتعلقت في دماغي. وخلينا بس نتفق ان العلاقات دي دايما بتبقى حلوه في البدايه، ان انت يعجبك حد او انت تعجبك حد بتبقى البدايات جميله جدا في الموضوع ده. ولما بتدخل في الموضوع اكتر بتحس ان انت بتكتشف في نفسك حاجات جديده، وانت كمان بتكتشف في نفسك حاجات جديده. يعني مثلا زي ايه، بدات اكتشف ان انا بغير جدا عليها. يعني احساس الغيره اللي كان عندي وقتها عمره ما جالي قبل كده، خاصه كمان ان انا ما كانش عندي اخوات بنات، فما كنتش بحس بموضوع الغيره ده خالص. لكن لما دخلت في الموضوع ده حسيت باحساس الغيره ده، وقد ايه ان هو احساس جميل ان انت يبقى ليك حد كده انت بتخاف عليه وعايز تحميه. المهم ان احنا بدايه تعارفنا على بعض كانت مختلفه عن اغلب العلاقات اللي انا عرفتها في حياتي كلها. يعني كان اغلب العلاقات اللي شفتها في حياتي او عرفتها كانت المشاعر بتطلع بسرعه جدا. يعني ممكن مثلا بنت تعرف ولد بعد رابع مقابله او خامس مقابله تقول له انا بحبك، عادي جدا. في كميه مشاعر واحاسيس طالعه منها ومحسساها ان هو ده، لا هو ده الشخص اللي انا عايزاه. والكلام ده بينطبق على الولاد والبنات. لكن انا كانت علاقتي مع مراتي كانت مختلفه تماما. احنا اول ما حسينا ان احنا انجذبنا لبعض اتفقنا اننا مش هنقول مشاعرنا غير بعد فتره معينه من الوقت، والفتره دي كانت طويله، كانت شهر كانت شهر. وحتى انا فاكر احنا اتفقنا على ميعاد معين عشان نقول كل واحد احساسه ناحيه التاني ايه، اتفقنا على تاريخ معين. فهو الموضوع كان فيه تروي شويه، ما كانش فيه تسرع في القصه خالص. وفعلا جه اليوم اللي اتفقنا عليه وانا قلت لها احاسيسي ناحيتها وهي قالت لي برضو كمان، وبدانا نتفق الحياه هتمشي ازاي بعد كده. بتبقى الحياه ممتعه جدا ساعتها، بتحس ان انت حياتك كلها مشغوله بحاجه جميله كده. يعني هو الاحساس محدش يقدر يوصفه غير اللي بيعيشه، وده اللي بيتحرم منه العازب اللي هو المفروض بيبقى حر. هو حر، محدش يقول له رايح فين ولا جاي منين ولا الكلام ده،
لكن هو بيبقى مفتقد جدا النقط دي، مفتقد حتة الشخص التاني اللي هو لازم يكون بنت. ما هو انت ممكن يكون ليك اصحاب كتير ولاد، ولكن وجود شريك حياتك اللي هو الانثى يخلي الحياة ليها طعم تاني. العازب ما بيحسش بيه، هو بيبقى بيتخيله لكن ما بيحسش بيه لانه ما دخلش في القصص دي. المهم بعد اليوم ده خطبتها وبدأنا نعمل تجهيزات الجواز، بدأنا بقى ندور على شقة، وبدأنا نشوف هنجيب ايه بقى العفش اللي هنجيبه، هنسكن فين وهنعيش فين، وبدأنا نعمل ترتيبات الحياة الطبيعية. فالمرحلة برضو اللي هي بتاعت التجهيزات اللي قبل الجواز دي بتبقى مرحلة فيها شد عصبي جامد جدا، بس عايز اقول لكم انها بتبقى ممتعة جدا، لانك بتحس ان انت رايح ناحية الهدف بتاعك اللي هو ان شاء الله هتحققه، وفي نفس الوقت بتبقى عندك حالة كده من الخوف والاستمتاع في نفس الوقت. يعني انت مستمتع بس خايف لا الموضوع ما يكملش، لا ما تعرفش تكمل الشقة مثلا يعني، وهي برضو بيبقى عندها نفس الحالة من الخوف والاستمتاع. يعني خايفة مثلا لإيه، لما تجيبش كل حاجة هي عايزة تجيبها، لا تدخل من غير الطقم مثلا بتاع الجيلي كده يعني. وتخلص رحلة التجهيز للجواز ويجي يوم الفرح وتبدأ الحياة بشكل تاني خالص. بعد الجواز نمط الحياة بقى بيتغير تماما. خلاص بقى انسى بقى كل اللي انت عشته ده قبل الجواز، انت داخل دنيا جديدة خالص. كنت عايش مع اهلك خلاص سبتهم، كان ليك اصحاب انت معاهم بس مش معاهم كل يوم زي الاول، لا خلاص بقى في ضوابط واحكام وانت اللي بتحطها مش حد تاني. لان ببساطة لو انت ما عملتش كده يبقى انت شخص ما عندكش مسؤولية، وبعد كده شكل العلاقة بيتغير خالص. واذا كان في بقى الحب بقى والهيام والغرام اللي قبل الجواز ده، لا الموضوع ده بينطفي خالص بعد كده، وبيفضل بقى في الاخر الشخصية والطباع هم دول اللي بيفضلوا. هو الحب اللي قبل الجواز بيبقى موجود بس بتقل درجته شوية، لان بيخش جواه حاجات بتتزاحم معاه زي المسؤوليات ومشاكل الحياة والكلام ده، وبتتفاجئ بقى ان انت بتتخانق خناقات غريبة الشكل مختلفة خالص عن الخناقات اللي كانت قبل الجواز اللي هي خناقات الخطوبة. ممكن تبقى خناقة على ان مصروف البيت خلص مثلا، ممكن تبقى خناقة مثلا على ان انت هدومك مش مغسولة مثلا ومش مكوية، ممكن تبقى خناقة على ان انت مش بتساعدها في البيت مثلا، وحاجات بقى كتير من النوعية دي مش هنخش فيها. فحياة المتجوز بتبقى شكلها مختلف تماما عن حياة العازب. هو ما عندوش شريك حياة فبالتالي هو عايش لنفسه. اذا راح سافر بره مثلا اتغرب في بلد ولا حاجه، هو اللي بيغسل هدومه وهو اللي بيعمل اكله وهو اللي بيرتب سريره وكل حاجه. هو ممكن يكون محروم من وجود شريك الحياه معاه ولكن هو مستمتع بالحريه، محدش بيقول له مثلا ما تنزلش ما تطلعش، لا خليك قاعد معايا، لا الكلام ده. وفي نقطه اختلاف برضو كبيره جدا بين العازب والمتجوز هي الوضع المادي. الوضع المادي للمتجوز بيكون طبعا مليان مسؤوليات ماديه، وبتبدا المسؤوليات الماديه دي من اول ما بتخلف بيبي صغير كده. تبدا تلاقي كده ايه يعني مرتبك ده بعد ما كان بيقعد معاك كده بيطير. ومش شرط تكون مسرف ولا حاجة، لا عادي ممكن يطير كده عادي. هي كده مسؤوليات الحياة كده. وشوية شوية البيبي ده كبر وراح داخل مدرسة، والتزامات الحياة العادية بقى اللي هي الأكل والشرب والخدمات والحاجات دي، كل ده العازب ممكن يعيش من غيره. يعني عادي ممكن يبقى قاعد في شقة الكهرباء قطعت يقعد قاطع الكهرباء مفيش مشكلة، مش دافع فاتورة الكهرباء ما عنديش مشكلة، أنا هقعد في الضلمة عادي، إيه المشكلة يعني. فدايما بتلاقي الوضع المادي بتاع العازب بيبقى أحسن من الوضع المادي بتاع المتزوج، لان المتزوج ببساطه مهما يحاول يخطط بتطلع له حاجات كده ايه في النص، حاجات عشوائيه كده من حيث لا يدري. العيال تعبانين، المدام تعبانه، هو تعبان، العربيه باظت اللي بتودينا وتجيبنا المدرسه. لكن العازب ممكن يتنازل عن الحاجات دي كلها، فبتلاقي وضعه المادي بيكون يعني نوعا ما في كنترول شويه عن المتجوز. في ناس تقول لك انا افضل العزوبيه وبتاع، بس هو من قرارة نفسه هو بيقول كده لان هو ايه ممكن يكون ملقاش الشخص اللي يشده، دي حاجه. الحاجه التانية ممكن تكون الامكانيات معاه ضعيفه فبالتالي هو مش عايز يدخل في التجربه دي. ولكن يعني محدش يحب يعيش لوحده يعني ده اكيد. وبعدين في نقطه تانية برضو ودي حسيتها جدا لما سافرت بره مصر، وجود شريك الحياه معاك بره بيديك كده نوع من الامان والارتياح. بمعنى ايه؟ بمعنى انا مش قصدي طبعا انه يحميك، فكره ان يكون معاك شخص تحكي له همومك والامك ومشاكلك وهو يرد عليك ويديك الاراء طبعا الصح، لانه مش هيديك راي غلط لانه عايش معاك، اي راي غلط هيصيبه، فلازم يديك الراي الصح. فدي حاجه بتدي شعور من الامان والارتياح النفسي، ودي برضو العازب بيفتقدها. وانا بالنسبه لي وبعد 18 سنه جواز مع الست اللي انا متجوزها دي، انا بصراحه مش شايف نفسي مع حد غيرها. يعني ممكن تكون الكلمة دي انت تحس ان انا بقولها عشان بصور قدام كاميرا وكده، لا حقيقي فعلا انا يعني مش شايف حد يكون مكانها. والموضوع خارج عن اطار الحب خالص على فكرة، في حب طبعا حب كبير جدا، بس في حاجات تانية غير الحب، في حاجات تانية كتير جدا غير الحب، حاجات ما بتتشرحش، دي حاجات بتحصل مع العشرة. 18 سنة يعني نص عمري تقريبا. الجواز ده أصعب امتحان في الحياة ولازم تكون مستعد له، وشهادة النجاح بتاعته هو الإنتاج بتاعك اللي هم عيالك دول، ربيتهم كويس
علمتهم كويس، وصلتهم للمكان اللي من عنده هيقدروا يكملوا الحياة لوحديهم. هي دي شهادة نجاح الجواز. ولعلمك اللي بيفشل في الامتحان ده بيكون صعب عليه جدا انه يدخله تاني، وممكن في النهاية الموضوع يتحول معاه او معاها لعقدة نفسية. يا ترى بعد اللي سمعته هتختار الجواز ولا العزوبية؟ اشوفكم بكرة ان شاء الله.